فيلمنا بيبدأ مع أنيا وهي مع حبيبها زينة، وبتكون سعيدة جدا معاه وبتشوفه دايما مهتم بأكله ورشاقته وجسمه عكسها، لأنها بتحب الأكل وخصوصا الحلويات، وبيبان على جسمها إنها مليانة شوية، ودايما بتحاول تتحكم في أكلها لكن بتفشل، لأن سواء كانت مبسوطة أو زعلانة بتروح تاكل. لحد ما بيجي يوم وبتكون المفروض تروح فرح مع زينة حبيبها، وبتقيس كل الفساتين اللي عندها وما بتلاقيش ولا فستان داخل فيها أو لايق عليها، لحد ما بتستقر على فستان معين لكنه بيكون مكشوف بزيادة وبيبين إنها تخينة. وأول ما زينة بيشوفها بيتضايق من شكلها لأنها تظهر تخينة قدام باقي أصحابه اللي معاهم بنات رشيقة ورفيعة وأجمل منها بكتير، فبيقول لها إنها تأخروا على الفرح وبلاش تيجي معايا عشان عايز يروح في ميعاده مظبوط، بس في الحقيقة بيكون عايزها ما تجيش معاه لأنه مستعر منها، ولأن أنيا غلبانة وطيبة بتصدقه، وبتدخل تلبس هدوم البيت وبتقعد في البيت وبتتابع الفرح من خلال الصور اللي بينزلها زينة واصحابه، لحد ما بتلاقي صورة لزينة وجنب واحدة تانية، فبتدخل على بروفايلها وبتلاقيها منزلة صورة ليها مع زينة وهي بتبوسه، فبتقوم تلبس الفستان القصير بتاعها فورا وبتجري في الشارع عشان توصل للفرح، وبتلاقي صاحبتها ناتاشا واقفة بعربيتها فبتطلب منها انها تاخدها فورا للفرح، واول ما بتوصل بتلاقي زينة بيرقص مع البنت اللي كانت قاعدة جنبه، فبتدخل بينهم وبتكمل رقص معاه لحد ما بيجي وقت البوفيه، وبتحط كمية اكل كبيرة قدامها وبتفضل تاكل فيها، وزينة جنبها مكسوف منها ومستعر من شكلها، لحد ما بيقول لها انه محتاج يقول لها حاجة وكان بيجهز كلامه من اسبوع، وهو انه عايز ينفصل عنها، والمشكلة مش من عنده هو، من عندها هي، لانه اول ما قابلها كانت شخصية تانية وشكل تاني مختلف عن دلوقتي تماما، وبيجي العريس والعروسة وبيقطعوا كلامهم فبيفتكر العريس انها حامل وبيبارك لها، فبتتكسف اكتر وبيقول لها زينة انه هيسيبها ومش عايز يبقى معاها، وبيقوم من جنبها وبتفضل تعيط لوحدها، وبتخرج من الفرح وهي زعلانة جدا وبتتحرك على بيت اهلها، وبتفضل تعيط لامها وبتقول لها ان زينة سبب وزنها، وانه بيقول عليها مهملة في الاهتمام بنفسها ومش عايز يبقى معاها تاني وانفصل عنها، فبتحاول والدتها انها تهون عليها شوية، وبتبات عندهم ليلة، وبتروح تاني يوم لصاحبتها ناتاشا واللي بتقف جنبها وبتقولها ان في 20 جيم في المنطقة، وانها لو عايزة تنضم لواحد فيهم تعمل كده عشان نفسها مش عشان زينة لانه سابها وهي في حالة نفسية وحشة، فبتقرر انيا انها تدخل جيم وتهتم بنفسها وتتحسن عشان زينة يرجع لها برضه، وبتروح الجيم اللي مش عارفة فيه حاجة، وبتلاقي حواليها اجسام رشيقة كتير، وبتبدا اول خطوة ليها على طريق الرشاقة، وبعد ما بتخلص الجيم بتروح مطعم الوجبات السريعة اللي شغالة فيه صاحبتها ناتاشا، وبتطلع وجبة كبيرة عشان تاكل، فبتاخد ناتاشا الوجبة من قدامها وبترميها عشان تمنعها من الاكل اللي هيزود وزنها ويدمر خطتها، وبتقول لها ناتاشا انها تخليها تخس غصب عنها وهتمنع الاكل المضر عنها باي طريقة، وبتأمرها ترمي البيبسي اللي في ايدها، وبيجي الليل وبتكون انيا عايشة مع ناتاشا وصديقها في الشقة، فبتحاول انها تتسحب بالليل ناحية التلاجة وبتفتحها عشان تاخد كل الاكل اللي فيها لانها جعانة واكل الرجيم مش هيشبع، لكنها بتلاقي ناتاشا في ظهرها وبتأمرها انها ترجع الاكل في مكانه من تاني، وبتروح تنام عشان تستعد لتاني يوم، وبتبقى مشكلة انيا الاكبر انها شغالة في محل حلويات والاكل بيكون محاصرها من كل حتة، وبتحاول على قد ما تقدر انها تمنع نفسها من الاكل، وبتفضل باصة للتورته اللي زينتها من بعيد عشان تمنع نفسها من اكلها بس التورته هي اللي بتكسب وبتاكلها انيا كلها لحد ما بتخلص، وبتدور على الانترنت على اي مجموعات مسانده، وبتلاقي مجموعه وبتنضم ليها وبتشاركهم معاناتها في الرجيم، وبينضم ليهم واحد اسمه كوليا وبيكون الراجل الوحيد في المجموعه، وبيفضلوا كلهم يتكلموا لحد ما بتستأذن انيا وبتمشي، فبيجري كوليا وراها وبيقول لها انها الوحيده في المجموعه اللي صغيره في السن، وانه بيدور على حد يشاركه تمارين ومالوش اي اصحاب، ده غير التنمر اللي بيواجهه دايما في شغله لانه اتخن واحد فيه، فبتوافق انهم يروحوا يتكلموا على كافيه، وبيقول لها ان نفسه تبقى شريكته في الرجيم والتمارين، وانه هيتدرب معاه في اي وقت هيتحبوا يمكن يحمسوا بعض، وبتوافق على كلامه وبتروح البيت وبتفتح الاكونت بتاعه، وبتشوف فعلا ان مالوش اصحاب، وان زمايله كانوا عاملين عنه فيديو تريقه عليه، وبتنام لتاني يوم وبتلاقي ان كوليا جالها بيتها عشان يبداوا سوا برنامج الرجيم والتمارين، وبتكون مكسوفه انها تتمرن في الجيم الموجود في الجنينه قدام الناس، لحد ما بيحمسها كوليا وبيبداوا انهم يستمتعوا بالتمارين سوا، وبتجبر انيا نفسها على الاكل الصحي والخضروات، وبتحاول تقاوم كل المغريات اللي حواليها سواء من اهلها او نظره زمايلها في الشغل انها سايبه كل الاكل والحلويات اللي حواليها وبتاكل خضروات بس، وبيبدا وزنها يقل فعلا، وبتكون حاطه صوره زينة على موبايلها عشان يحمسها اكتر لحد ما بتنجح انها توصل للوزن اللي هي عايزاه، وبتروح تتمرن في المكان اللي زينة بيمرن فيه سباحه، وبتعمل نفسها بتشبه عليه، وبتقول انها طالبه تتمرن برايفت معاه، وبيرجع تاني زينة يعجب بيها، لكن بتظهر صاحبته الجديده وبتشد انتباهه تاني ليها، وبتحبط انيا انها ما قدرتش تخليه يحبها من تاني، وبتروح تسهر في كازينو وبتفضل تشرب كتير، وساعتها بيعجب بيها واحد من الموجودين وبياخدها معاه بيته، وبتصحى في بيت ما تعرفوش وبتحس ان في حد داخل عليها، فبتمسك اقرب حاجه ليها عشان تضرب الشخص اللي اعتدى عليها ده، لكن بيطلع كوليا وبيقول لها انه جه في اخر لحظه وهي بتركب التاكسي مع واحد ما تعرفوش، وخدها منه بالعافيه بعد ما اتخانق معاه، وجم على بيته ونامت في سريره وهو نام بره، وبيقعدوا سوا وبيقول لها ان مفيش علاقه حب من طرف واحد ولازم تدور على حد بيحبها زي ما هي، وبيعرض عليها انها تروح لوالدتها او والدها اللي انفصل عنهم من صغرها وتتكلم معاه شويه، وبتسمع كلامه وبتروح على والدتها عشان تاخد رقم والدها منها، لكنها بترفض تديهولها وبتقولها ان والدها بيكرهها وسابها من زمان لانه ما بيحبهاش ولا بيحب يشوفها، بس انيا بتصر انها تاخد رقمه برضه، وبتستنى والدتها تخرج من البيت وبتفتح دفتر ارقام التليفونات وبتاخد
بتاخد رقم والدها منه وبتتصل بيه، فبيقول لها انه هيحب يقابلها جدا وبيبعت لها عنوانه على موبايلها، وبتفتح الدرج بتاعه وبتجيب منه الجاكيت اللي والدها سابه عليها قبل ما يسيبهم، وبتاخده وبتتحرك على بيت ناتاشا وبتلم حاجات عشان تروح تقعد مع والدها شويه وتخرج من حاله الاكتئاب اللي بقت فيها، وبتخلي كوليا يوديها لوالدها وبيتفسحوا طول الطريق بتاع السفر وبيستمتعوا بالسفر لحد ما بتوصل لوالدها، لكنها فعلا بتلاقيه شخص صعب في التعامل وما بيكونش مبسوط انه شافها وكانه مش همه، وبيتعامل معاها بمنتهى البرود. وبيجي الليل وبتدخل انيا للساونا الموجوده في بيته لكنها بتغلط وبتكون سبب في ان الساونا بتولع، فبيجي والدها يتخانق معاها لانها سبب في حرقها، ومش بيكون همه حياه بنته وهل هي اتصابت ولا لا، فبيتخانق معاه كوليا وبيقول له انه بنته كانت هتموت وهو حتى ما حاولش يطمن عليها، وانها كانت جايه له عشان محتاجه والدها اللي يطمنها، لكنها كانت غلطانه ما فكرت فيه اصلا. وبياخدها كوليا وبيرجعوا تاني لبيت والدتها وبيديها هدوم وتلبسها لانها بتكون لابسه فوطه من بعد الساونا، وبيوصلها لحد بيتها وبيكون اهلها مش موجودين، فبيقول لها انها تفضل بهدومه وهيبقى يعدي عليها بعدين، وبتشكره انيا جدا على مساعدته ليها، وبيسيبها وبيرجع بيته لكنه بيلاقي ناس بتبيع زهور على الطريق، فبيقرر انه ينزل يشتري ورد وبيرجع بيه تاني لانيا ويعترف لها بحبه. لكن اثناء ما بيرجع بيكون زينه موجوده عندها في البيت وبيعتذر لها عن اللي عمله ليها وقاله لها، وبيقول لها انه بيحبها وبيرجعوا لبعض من تاني. وما بيرجع كوليا تاني بيشوف انيا مع زينه من خلال شباكها، فبيرمي الورد اللي في ايده وبيبعد عن بيتها، وبعد ما بيسيبها بتفكر في علاقتها مع زينه وانها ما بقتش مرتاحه زي الاول، وبعدها بتروح بيت ناتاشا بتلاقيها عامله حفله هناك وبتحكي ليها اللي حصل مع والدها ومع زينه، لحد ما بيدخل عليها واحد وبيديها شيشه عشان تشرب منها، فبترميها من البلكونه وبتقع على عربيه الشرطه اللي تحت، وبتكون السبب في ان الشرطي بيطلع بيت ناتاشا وبتدفع رشوه ليه عشان ما يقبضش عليها لانها صاحبه الشقه، وبتبوظ الحفله وكل واحد فيهم بيمشي. وبتمشي انيا من بيت ناتاشا وما بيكونش قدامها حد غير كوليا، وبتروح له على البحيره اللي بيحب يقعد عندها، وبتقول له ان مفيش حد عندها تروح له غيره وانها بقت وحيده، فبيقول لها كوليا انها ممكن تروح لحبيبها زينه تقعد عنده، وانه كان نفسه يبقى صديقها لكن عمرها ما حسسته بكده، وانها لازم تحب نفسها عشان الناس تحبها، وبيسيبها وبيمشي، وبيكون مفيش حد قدامها تروح له، وبتفضل تعيط طول ما هي ماشيه في الطريق لحد ما بتوصل قريب من بيت والدتها وبتنام في حقل زرع قريب من البيت لتاني يوم. لكن من حظها بتكون في آلات قطع المحصول بتقرب منها وهي نايمه ومش حاسه بالآلات، لكن جوز امها بيكون واحد من اللي بيسوق الآلات وبينزل يجري عليها وبينقذها على اخر لحظه من الموت، واخيرا بتقرر انها تتكلم معاه لانها كانت بتكرهه جدا، وبتحكي له كل اللي حصل معاها، وبيقول لها انها لو حبت نفسها وصلحت علاقتها بكل اللي حواليها هتصلح حياتها، فبتقرر انها تروح لاول واحده وهي ناتاشا، وبتتاسف لها انها سبب في تدمير حفلتها وانها سابتها وقت الجد، وبتفضل تتاسف لها لحد ما بتسامحها، وبترجع تاني تعيش مع والدتها في بيتها، فبتلاقي ان والدها جاي لها وهو لابس الجاكيت اللي هي اديته له اما كانت عنده، وبيتاسف لها على تعامله معاها، وبيقول لها انه هيبقى دايما جنبها ويحاول يعوضها عن اهتمامه اللي هي افتقدته، وبتخليه يوديها الماراثون اللي كوليا والمجموعه بتاعته مشاركين فيه، وبتنزل تدور عليه لحد ما بتلاقيه بيشرب بيبسي، فبتاخدها منه وبترميها قدامه، وبتقول له انه صديقها الوحيد اللي وقف جنبها في كل ظروفها وهي ما قدرتش اللي عمله عشانها، وانها عرفت قيمته بعد ما زينه رجع لها وحست قد ايه كانت مرخصه نفسها معاه، وانه علمها ازاي تحب نفسها وجسمها زي ما هي، واللي هيحبها عشان شخصيتها مش عشان جسمها، وبتاخده وبتقول له انه لازم يكمل الماراثون بتاعه مع مجموعتهم لانها اتعلمت عدم الاستسلام، وبتتحسن حياتها وحالتها وعلاقتها بكل اللي حواليها.